رضا بما قسمه الله وأعطاه. بمعنى إن الإنسان يرضى بقسمة الله له وبما أعطاه له في الحياة. ربنا ادانا مال ونسميه نفس سودة في الحياة. طبيعة بتاعتهم وحياتهم كلها حمد وشكر. ربنا اداله مال يحمد ويشكر الحمد لله. أعطاه قليل من المال يشكر، أعطاه كثير من المال يشكر، أعطاه الصحة يشكر، أعطاه المرض يشكر، أعطاه الأولاد يشكر، منعه من الأولاد يشكر. والصدق شوف الشيخ رسول اسمهم راضين بقسمة الله وبعطاء الله. ده جانب. جانب ثاني او نوع ثاني من الرضا اسمه الرضا بالقضاء والقدر. الرضا بالقضاء والقدر هذول شغلكم وتعطيكم الدنيا. رضا بالقضاء والقدر ازاي؟ والصحة عند الانسان قضاء والقدر. فقد احد اعضاء من جسم الانسان قضاء والقدر. رغم من الابتلاءات هي ان الدنيا كلها احنا عارفين دار ابتلاء وامتحان. ربنا دخلنا امتحان وخرجنا منه ودخلنا ثاني امتحان ثاني. اذا فوقنا في الامتحان الاولاني كويس وصح يدخلنا في امتحان صعب ثاني كويس. مش هسيب الموضوع ان احنا بنجاوب ان احنا نجحنا في امتحان واحد. الدنيا دائما دار ابتلاءات. يخرج من الابتلاء يدخل في الابتلاء وهكذا. انا قلت حضرتكم على نموذج من الابتلاء ضرب. رجل من الناس ربنا ابتلاه ليه بقى؟ بكف بصر. وقطع يديه ايديه باثنين وقطع رجليه. ده علينا لو شفنا إنسان مبتلى بهذه الابتلاءات العقل الثالث والمخاض ما عادش في حاجة. ايه الابتلاء؟ بعد انه ما عادش بيشوف زي مقطوعين ورجليه مقطوعين. فاكر رغم من الابتلاءات اللي ربنا ابتلاه هو كان بيداوم على الحمد والشكر. كل ما هو يعني وانا ما اشتغلش وحاله يشكر ويصفو لله. مر عليه الرجل هو قاعد عمال يحمد ويشكر. انت عمال بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ ربنا الثلاث سنين في العلم هي وعمال بتحمد وتشكر وما عادش فيك حاجه. ماذا يتبقى لك بعد هذا؟ مكتوب فبصرك وقطعت يديك وقطعت رجليك. يوم بثلاث إجابات. رد عليه ثلاث وجوه. قال لهم إيه بقى؟ قال لهم الحمد لله الذي جعل لي لسانا ذاكرا. رغم كده يقول لهم الحمد لله هو ساب لسه إيه؟ لسه عمال بتكلم فوق وقت ايه تاني؟ وقلبا خاشعا. قلب خاشع يعني ايه؟ قلب راضي، قلب مطمئن ما يدعش ولا حاجه ولا خضوع ولا صار ولا نفع. الثالث وجسد على البلاء صابرا. جسد جسم يتحمل المرض. ماشي وياكل وانا هذا بتلعب بقى ما احطش عقلي وما احطش لا. النوع الثالث من الانواع اللي هم